تحية المتتبعين الكرام لقناة المغرب الآن. كما كتعرفوا دائما في الأجواء الرمضانية ودائما ملف دور صفيح. هادو هما الشقق اللي هما الشقق ديال الريف اللي استفدوا فيهم الناس ديال تمارة اللي كانوا في الدواوير أو كانوا في البرارك، استفدوا في هاد العمارات. فانا كنقول لكم كاع الناس اللي يسكنوا هنايا كنقول لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى لكم ان شاء الله الافضل، وكنتمنى لكم يعني احسن من اللي كنتوا ساكنين. هذه بدايه ديال المشوار ديالكم، بدايه الحياه ديالكم بجماعه الصخيرات. صراحة دخلت هنايا لهاد الأزقة، شفت أنه كاين يعني البستانة، كاين الشجر، كاين شوارع نظيفة، يعني داكشي في المستوى صراحة. ولكن هاد الشيء هذا استفدوا فيه غير الناس اللي داروا القرعة في الأوائل، هما اللي استفدوا هنايا، واستفدوا ناس آخرين. فكما كتعرفوا ان في تمارة يعني كلشي دابا تيريب، وجميع الدواوير كما كتعرفوا ان دوار الصهد اليوم اصبح في خبر كان، يعني كيف ما انه عمره ما كان. كذلك جامايكا، دوار الناصر، دوار اهل الحارت، هادو كلهم يعني إلا دزتي من تما كتقول يعني بحال عمرهم ما كانوا هنا شي دواوير في مدينة تمارة. وهذا الشيء هذا كله حتى لهنا يعني رائع. كنتمنى الناس ان شاء الله اللي ما داروش القرعة واللي باقي داكشي عندهم متعثر، انه كذلك ان السلطات المحلية بمدينة تمارة انها تسرع الوتيرة ديال هذا ديال القرعة باش يكون المزيد من الاعداد او الارقام، او ارتفاع هاد الارقام ديال الناس اللي غيديروا القرعة باش يلتحقوا بالشقق ديالهم ان شاء الله في بالنسبه للبساتين ومجموعه ميموزا ومجموعه الاخرى بمدينه او جماعه الصخيرات. فكنقول لكم مره اخرى مبروك عليكم ان شاء الله، ومازال نقولوا مبروك حتى للناس اللي يعني مازال ما داروش القرعه وباقي ما حالفهمش الحظ انهم ان شاء الله يكونوا حتى هما هنا. كما كتشوفوا ان الفيديو هنا واضح، حتى هما يتمتعوا بواحد سكن ديال العمر، او انهم يرتاحوا ويقولوا اخيرا اننا ملكنا واحد الشقه نقيه، واحد الشقه في واحد الجو اللي هو نقي ومزيان. فكما كتعرفوا الخوت، دابا المشكله او الكارثه دابا اللي كاينه هي ديال الناس اللي باقين ما داروش القرعه، وديال الحالات اللي ما عندهمش باش يعني ما عندهمش باش يخلصوا، ولا كاينين الحالات اللي دابا عندهم غير تسبيق جوج المليون. وهذا لهذا كنتمناو ان الامور يعني تاخذ يعني واحد الوتيره سريعه. وفي الحقيقه ندين ونستنكر يعني كاع المظاهر اللي فيها الحقره وفيها القهر بالنسبه لهاد الساكنه ديال مدينه تمارة، وهاد المعاناه يعني اللي صراحه معاناه كثيره. وخا نضل نعاود لكم ما غاديش ما نساليش ديال هاد الناس والمعاناه النفسيه اللي ترتبات لهم على هاد يعني الهدم في واحد الوقت اللي ما كانوش يعني الناس مستعده وما كانش مهيئه نفسيا. وكما كتعرفوا الخوت، المشكل اللي زاد عمق الجراح هو ان الناس على الاقل كانوا الشقق يكونوا واجدين،
باش يعني اللي يريب يقاد يعني الامور ديالو القانونيه ويمشي مباشره للشقه ديالو، كيف ما داروا في دوار صحراوه. على الاقل دوار صحراوه هذه الطريقه اللي داروا، كانوا الشقق كانوا واجدين، كانت يعني نفس الطريقه كانت خصها دار، وكانت تكون يعني بواحد التنظيم محكم. دابا هذا هو المشكل، يعني اللي تبين هو ان السلطات ما كانش عندها واحد الكفاءه، يعني ما كانش عندها واحد الاهليه انها دير هاد العمليه ديال اعاده الايواء بواحد الشكل اللي هو منظم. يعني ملي كتقول جهاز وعنده امكانيات ماديه ولوجستيكيه وامنيه، وهذا ما استطاعش، وعنده عنده يعني الموارد البشريه، وعنده يعني كاع لي مويان اللي يمكن انه يعني يقود هذه العمليه بواحد الشكل اللي هو يعني سهل جدا. يعني سهل جدا، لان حنا كنهضروا على دوله، ما تنهضروش على، حنا كنشوف غير جمعيه. هاي بعض الجمعيات الا كلفتيهم مثلا بواحد واحد العمل كتشوفوا كيقوموا به بواحد الشكل منظم خيالي. غير جمعيات، هادو غير جمعيات. ما بالك انه يعني ملي كتقول السلطات المحليه، يعني راه كان نوع من ارتجاليه، وكان يعني وكان نوع من يعني من الضغط. هذه الوسيله او الوسائل اللي قدرات السلطات المحليه انها تستعملها، لانها تتقنها مزيان صراحه. ما غاديش نبقاو يعني قادرات انها تمشي تريب للناس وتقول لهم سيروا تكريو وخصكم تريبوا صافي سالينا، بغض النظر على يعني بغض النظر على المسائل الاخرى، يعني الاخطاء ديال الساكنه ديال الدواوير، بغض النظر على ذلك. لان الا جيتي تشوف المشكل من العمق ديالو غادي تلقى من هذاك. الا جينا نهضروا على المشكل غادي نقولوا هذاك اللي حط البراكه من الاول، علاش خليتو حط البراكه من الاول؟ اذا اللي خلاه حط البراكه من الاول راه هو اليوم اللي كيريب ليه وكيقول له سير تكري. يعني هاد المسائل هذه يعني احنا في القرن ال21 ما خصهاش تكون. خص تكون اساليب، خصنا نطوروا الاساليب ديالنا باش يمكن يعني ان المواطنين انهم حتى هما ينخرطوا معنا في هذه العمليه. اذا هذه مساله، هذه من المسائل اللي تبينات المجتمع المدني يعني بمدينه تمارا، كاع هذه المعاناه وهذه الخروقات اللي وقعت، فكنتمنى انها ما توقعش يعني في الايام القادمه، وهاد الناس يديروا القرعه وكلهم ياخذوا الشقق ديالهم وتمشي الامور يعني على ما يرام. المهم، كان معكم اخوكم سعيد الذهبي، السلام عليكم.